الممثلين قد ما فكرت اسمع ايه، اقدم ايه الفكره اللي نقدمها. فطبعا يعني انا بلاقي يعني بسمع، بس يعني كل اللي معايا كله كان جديد، وكان كله مواضيع جديده وكلها مواضيع هادفه. جاسر، يمكن نقطة صغيرة كده نختم بيها لقائنا، ان انا عرفت من خلال وجودنا مع بعض ان انت بتكتب الاغنية على ستوري بورد الكليب. يعني كنا الاول بنسمع ان الشاعر بيكتب على المزيكا، دلوقتي الجديد ان الشاعر بيكتب على رؤية مخرج، ان هو عايز يخرج اغنية بالشكل الفلاني وبيكتب عليها الكلمات ثم تلحن ثم تغنى، يعني ابتدينا من النهاية تماما. ازاي الفكرة دي جت؟ لا، هو اللي حصل ان انا كنت رايح اسمع اغنية عشان شوف الاغنية تناسب الموضوع القصة ولا لا. فطلعت الاغنية بعيدة خالص. تمام. فقلت له البطارية تاني من المخرج، قلت له طب ما تقولي على الستوري بورد ونخلص الموضوع بسرعة. فقال لي عن فكرة الستوري بورد، فانا قمت وانا قاعد كتبت الاغنية، قلت له فرحت خلاص. على الصورة، على الصورة، مش على كلمتين قالهم. موضوع الستوري بورد بتاع الكليب كله في كلمتين قالهم، وكتبت الاغنية واتلحنت واتوزع. جميل. نختم لقائنا بجزء في حب مصر. قلت ايه عن مصر؟ انا قلت عن مصر كتير بس في حاجة اسمها بيتي هو بيتك. بتقول انت عارف يعني ايه مصر؟ سيبني اقول لك يعني ايه مصر. مصر 3 حروف بين الشفايف، حضن الشوق لقلب خايف، على ارضها ناس طيبين وحنينين والكل شايف. انت عارف يعني ايه مصر؟ مصر يعني السهر والامان بالليل، مصر يعني الغرام على شط النيل، يعني الحواري والشوارع والمدن، يعني اللي تعبوا واللي شقيوا في بنى الهرم، اللي زاروا أرضها واللي عاشوا بين أهلها. قالوا إيه؟ أم الدنيا كلها الناس فيها لبعضها متجمعين، يعني احتجتك لقيتك، يعني بيتي هو بيتك. أنت عارف يعني مصر؟ طيب. الحلقة كان فيها كلام حلو في الأول. Bye.